السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض المشروب اللي كلنا بناكله، والنهاردة بقى هنجرب ان احنا نعمله عصير منعش وحلو قوي في الصيف وطعمه جميل. تعالوا نشوف عملناه ازاي. اول حاجة عندي مكونات سهلة وبسيطة جدا وبيتباع بره غالي جدا. عندي كوباية لبن، المعلب او الطبيعي عادي مفيش اي مشكلة. تقدروا تستبدلوا اللبن بعلبة زبادي. وعندي علبة ايس كريم، اللي هي بتبقى نص فانيليا ونص شوكولاتة. انا هاخد منها الفانيليا بس. تقدروا تاخدوا الفانيليا بس، او تقدروا تاخدوا فانيليا على شوكولاتة، او تاخدوا الشوكولاتة بس. او عشان انا هستخدم يعني الطعم هيبقى فراولة، فممكن تستخدموا ايس كريم فراولة، بس مش بحب الايس كريم فراولة اللي بيتجاب من بره. بحس الفراولة طعمها يعني مش فراولة طبيعية وكده، بيبقى صناعي اكتر. فانا هاخد الجزء الفانيليا بس علشان عايزة اللون بتاعي يبقى مدي على احمر. لو استخدمت الجزء اللي فيه شوكولاتة هيبقى اللون مدي على بني. وعندي هنا ده صوص فراولة بيتباع كده، هو جاهز زي صوص الشوكولاتة وصوص الكراميل وصوص التوت، في كذا نكهة يعني. انا جبت هنا عندي الفراولة، بيبقى شكلها بالشكل ده. وبنزل بقى منين الخرم بتاع الازازة دوت، بيديني كده تيست الفراولة، بيبقى جميل قوي. عندي هنا بقى الخلاط، والمكون الاساسي لوصفتنا النهارده هو التوينكس. توينكس ده كيكه، في طبعا بالشوكولاته وفي بالكريمه وفي بالفراوله. انا جبت اللي بالفراوله، وهبتدي ان انا استخدمها لان الوصفه كلها بالفراوله. هبتدي اقطعها قطع صغيره زي ما احنا شايفين كده. والقطعه الواحده منها بالحجم ده هتعمل لي كوبايه كبيره حلوه محترمه يعني. علشان انتوا يعني تحسبوا الكمية، عايزين بقى يعني حسب عدد الاشخاص هتحطوا عدد الكيكات. وعندي هنا كوباية الايس كريم فانيليا اللي انا حطيتها من العلبة. وعندي هنا كوباية اللبن اللي ممكن استبدلها بالزبادي. طبعا تقدروا ان انتوا تحطوا سكر او عسل ابيض، بس انا اكتفيت بالسكر اللي موجود في الصوص الفراولة، واللي موجود في الايس كريم، واللي موجود في الكيكة، عشان ما يبقاش معايا دسم قوي او ان انا اجز من طعم. هبتدي بقى اعزز الطعم واللون بايه، نقطتين كده او معلقة صغيرة من صوص الفراولة، واروح اضربهم كلهم مع بعض في الخلاط. هي ضربتين كله هيتضرب مع بعض، وبجد عصير منعش وحلو قوي. ما كنتش متخيله ان ممكن في يوم من الايام اشرب التوينكز. وده مشروب يعني من اختراع جوزي. بقيت بقوله يعني التوينكز دي بتتاكل ازاي تتشرب. كنت خايفه اجربها، بس بصراحه لا، يعني اتشجعت وجربتها وطلع بجد مشروب منعش وحلو قوي. اتضربوا بقى عندي بالشكل الجميل ده. احطه في ايه بقى؟ احطه في الكوبايات اللي هي بنجيبها من بره ب25 جنيه و35 جنيه اقل حاجة. وبتبقى موجودة كمان في المصايف، بتبقى منعشة وحلوة قوي، ومغذية كمان للأطفال اللي هم مش بيحبوا ياكلوا فراولة يعني صريحة كده. هبتدي بقى ايه، اعمل حركة كده في الكوباية زي اللي بتتباع بره في المطاعم والمحلات. ويبيعوا الكوباية غالية جدا، وهي بحاجات بسيطة جدا مش اختراع يعني. بصوا، بتدي شكل حلو قوي للعصير، ويبيعها غالية وهي مكونات بسيطة يعني موجودة. عندي هنا تلج. تقدروا ان انتوا يعني تخلوه تلج مجروش او يبقى بحاله كده. انا خليته بحاله كده، بيبقى طعمه حلو قوي، وبيدي طراوة وبرودة للعصير. هبتدي بقى انزل بسم الله بالعصير الجميل بتاعنا. بصوا لون الكوباية من بره باينة جميلة بجد، تحفة، طعمه خطير. هبتدي بقى اعزز اللون والشكل كده، شكل جمالي كده من بره، هيبقى تحفة جدا. وابتدي بقى اغطيه واجيب شاليمو بألف هنا وشفا. ده العصير المنعش النهاردة اللي كلنا بناكله، بجد جربوه هيعجب اولادكم، يعجبكم جدا. طعمه حلو قوي ولونه حلو كمان. تقدروا تستخدموا بالشوكولاتة، ايس كريم شوكولاتة وصوص شوكولاتة، هيبقى حلو قوي. جربوه وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. سلام عليكم.